لما يكون حكم بيحكم في الدوري المصري وحكم بيحكم مباريات كبيرة زي الأهلي وسيراميكا، ويجي كابتن النادي الأهلي يكلمه يقول له امشي يالا، دي جديدة عليا، دي احنا ما شفناهاش في ملاعبنا قبل كده. ولما يجي لاعب من النادي الأهلي يكلمه يقول له لما تيجي تعرف تلعب يبقى تعالى كلمني، لا دي برضه ما شفناهاش. يعني درجة التعصب الأعمى اللي عندك تخليك تعامل لعيبة الأهلي كده ليه؟ هو انت حضرتك حكم ولا بلطجي ساحه؟ يعني انت ايه بالظبط؟ يعني انا عايزين نفهم انت شغلتك ايه؟ انت راجل جاي تحكم مباراه، ليه تسيء للاعب؟ ليه تخرج لاعب عن شعوره؟ ما هو اللاعب اللي قدامك ده بني ادم، انت لما تيجي تقول لواحد مثلا في الشارع نفسه امشي يالا، ما هو طبيعي لازم يتنرفز عليك، لازم. وبعدين انت حكم، دي قرارات انت بتاخدها، ومن الوارد تلاقي ناس بتعترض عليك وبتزق تريزيجيه في صدره وتقول له امشي يالا، وحسين الشحات لما تعرف تلعب يبقى تعالى كلمني، وتقول للشناوي لو راجل قرب. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انتوا جايبين الحكم ده قاصد يعني ان انتوا جايبين تحطوا حكم زملكاوي متعصب بالطريقه دي قدام في ماتش الاهلي وسيراميكا؟ ليه؟ يا جماعه احنا الدوري بتاعنا متشاف جدا، يعني الدوري المصري متشاف، فطبيعي لازما اللي الحكم اللي يحكم مباراه تقيله زي الماتشات دي، وبالذات احنا عندنا 6 ماتشات نهايه الدوري ده بطوله، فحطوا حكام كوادر، حطوا حكام بتعرف تدير مباريات، مش جايبين حكم متعصب زملكاوي متعصب يدير مباراه زي الاهلي وسيراميكا. فمش معقول يا جماعه، مش معقول كده بصراحه. انا لحد دلوقتي مش متخيل بعد الحاجات اللي انا بشوفها والقرارات اللي انا بسمعها كل يوم من اتحاد الكوره، ويطلع رئيس لجنه الحكام يشيد بيه قدام لجنه الحكام ويقولوا يا ريت تبقوا زي محمود وفا اللي قاد مباراه الاهلي وسيراميكا. هو انت حضرتك ما شفتش الاخطاء دي كلها؟ يعني حضرتك ما شفتش الاخطاء اللي في المباراه؟ سيبك من ضربه الجزاء خالص، اقسم بالله في اخطاء تانية كارثيه، في اخطاء تانية حرفيا كارثيه في اول مباراه، وصفارات وفاولات الاهلي ما خدهاش في بدايه المباراه كتير جدا، وكان ملجم الاهلي بطريقه جامده جدا. حضرتك انت المفروض تكون رئيس لجنه حكام، تجيب الحكم تقول له 1 2 3 وتعلن اخطاء قدام الناس، مش عيب خالص. بس احنا للاسف احنا عندنا غموض في موضوع الحكام ده، مش فاهم ليه او مش عارف ليه. اي حكم يغلط ما يتجازى زي ما اللاعب بيتجازى الحكم يتجازى، سهله اهي عشان الناس تستريح وما فيش عصبيه وما فيش تعصب. بس احنا مصممين ان احنا نوصل الناس لمرحله من التعصب، وده ما ينفعش. احنا الدوري بتاعنا متشاف قدام العالم كله، فمن الطبيعي لازم تلاقي ناس بتنتقدك، لازم تلاقي فيه اخطاء، لازم تلاقي فيه اخطاء والناس بتنتقدك عليها. بس الاخطاء دي انت بقى